السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ريف جسر الشغور ومن على سد القرقور إلى المعمم الفرفور والمذيع الطرطور، الموجودون الآن على الحدود السورية العراقية، فكونوا معنا. يعني شو قصة هالاستنفار اللي صاير يا جماعة على الحدود العراقية السورية؟ مين قالهم انه نحن بدنا نهجم على العراق يعني مثلا؟ وليش كل هالخوف؟ وخاصة يعني من رافضة العراق او شيعة العراق. وين اهل السنة والشرفاء في العراق اللي يدافعوا عن السوريين؟ لانه هلا صارت تهمة على السوريين انهم دواعش، بس لانه وصل اهل السنة على الحكم صار ايش؟ السوريين دواعش في نظرهم. لذلك المعمم تبعهم بيقول شو بيقول؟ الذين يخالفوننا في مذهبنا. من على حدود سوريا رسالة للجميع: صولتنا مع أعداء المذهب ومع أعداء الإنسانية كصولة جدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مع مرحب بهذا السيف. هذا سيف الحق، هذا سيف الإنسانية. ترى نحن يعني لو بدنا نفوت على حدود العراق أو على الأراضي العراقية ما بندخل إلى العراق والأراضي أو الحدود فارغة. أكيد ما بندخل الحدود وهي فارغة، يعني أكيد بده يكون في مواجهة. ونحن ما بدأنا أحد بالمواجهة إلا النظام النصيري. لذلك لما قام الفلول وتفلفلوا وتحركوا شوي دسنا على رأسهم. ولما القسديين تحركوا أيضا كسرنا خشومهم. وفهمكم كفاية، الباقي أنتم بتعرفوه. يعني قعدوا عاقلين أحسن. يعني إذا ما بدأتمونا بالأذية ما نؤذيكم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، شوفوا هذا الفيديو. أنا هسه من الحدود العراقية السورية وراح أسأل المشاهير إذا يقدر رقم 11 يعبر لو لا. يقدرون يعبرون؟ لا طبعا. الوجوه يفكر يريد يعبر شو تقول له؟ اعبر وشوف. ما يقدر. حج هلا بيهم منتظرينهم. إذا الحشد موجود. هلا بيهم، حج الحشد موجود. يقدرون يعبرون؟ لا هنا يطمسون. وين؟ شلون يقدرون يعبرون ولد الشايب موجودين؟ عيب. شوف هذا المعمم عم بيقول السوريين هو قصده أهل السنة من السوريين خصوصا، ويتهمنا بالدعشنة. شو عم بيقول؟ الدواعش السوريين والدواعش. من قال لك انه نحن دواعش؟ وعم بتقول انه والله كسرنا راسهم ودسناهم في عام 2014. فجيبون لان ب 2014 تذكرون؟ ايه تنكروا بزي النساء وعبروا. صح. هذا الخال حمره، هذا لابس باروكه. فجيبوا العده النسائيه مالتكم لان هذا ديدنكم. عرفناكم من 2014. حياك الله سيدنا المجاهد وانهزمتوا. والنعم منك سيد حبيبي. الله يبارك فيك. يا نذل، عام 2014 انتم دخلتوا على سوريا، مو نحن اللي دخلنا العراق. هذا الامر الاول. ولا تنسى كيف نكلنا فيكم في حلب، في خرطومان وتلة العيس. ولا تنسوا انه انتم اللي دخلتوا على سوريا ونكلتم باهل السنة المدنيين العزل في حمص والشام وحلب، وشيعتوا تترباع حلب. لا تنسوا هذا الامر. فانتم اللي دخلتوا على سوريا، وانتم اللي انكسر راسكم في سوريا. نحن دخلنا على العراق عام 2003 لما جينا لندافع عن شرفكم يلي بلا شرف. لما دخل السنة إلى العراق عام 2003 لينصروا أهل العراق، ما ميزوا بين كردي وشيعي وسني. دخلوا لحتى يساعدوهم ضد الغزو الأمريكي، وطلعتوا أنتم من ساعدتوا الأمريكان ضد أهل سنة العراق. ما في دولة سنية انكسرت إلا بمساعدة الرافضة والشيعة للعدو، يعني لعدو أهل السنة. على سبيل المثال الدولة العباسية، كيف الخلافة العباسية كيف انتهت؟ يعني لما دخل هولاكو بغداد بمساعدة الوزير مؤيد الدين العلقمي الشيعي، فدخلوا بمساعدتكم أيها الشيعة. وكذلك العراق سقطت بيد الأمريكان بمساعدتكم. نحن دخلنا مساعدين لأهل العراق، بس أنتم كنتوا ضد أهل العراق، يعني ضد سنة العراق خصوصا، لأنكم أنتم من تخاطبون الآن بطائفية وتتحدثون بلغة الطائفية، ولسنا نحن من بدأناكم بهذا الخطاب. هذا أكبر دليل على خبث نواياكم.
وعام 2014 لعبت دواعش وكسرت رؤوسهم. لولا ظلم تلك الدولة وتلك الطائفة، ولولا بغيهم على أهل السنة، ولولا تحالف الدول عليهم، لما بقي رافضي منكم، ما بقي رافضيا واحدا منكم أبدا في العراق. يا رجل الدواعش نكلوا فيكم، نكلوا بأمكم أنتم الرافضة، هذا مو كلامي كلامكم. الدواعش ناتشونا ليش؟ من عبرت استاحيت أنا ما لي علاقة. الدواعش بلعوكم بلع تصف العراق، بلعوكم وجاي تتمرجل هلا. شوف رجالك، هي رجالك أنت، هي رجالك. بالحدود العراقية السورية والقصف مستمر، وباقيين احنا ان شاء الله ماكو ما عدا الدولة العراقية وقواتنا الأمنية. بس السيد القائد والتيار الصدري كافي على دولة سوريا هي وشعبها وحكومتها بأكملها. مقابر جماعية حالكم حال أمريكا بالضبط. جاي تهددون، جايك على كربلاء وجايين على بغداد والنجف والحنانة. تعالوا هنا، تعالوا، عندنا مساحات فارغة ما شاء الله، دوانم عندنا. انتوا أطفالكم علي قط، كلكم شلع قلع، شال جرذان الجولان ورا وخيستكم انتوا الوصفين. بس السيدة زينب اطلعها واطلع العلاوين من سوريا، والباقي مقابر جماعية على الإطلاق. كلكم شلع قلع. الطفل الرضيع بالقماط السوري ينقط. شال المعدنة الناس الوهابية الإرهاب. أنتم اللي كنتوا بدكم تساعدوا النظام السابق قبل أن يسقط، كنتوا بدكم تدخلوا في المعركة ضد من؟ ضدنا نحن أهل السنة، ضدنا نحن المظلومين، من نصرنا الله تعالى على ظلم الطغاة وبغيهم. لذلك اقعدوا عاقلين وحاجة تتمرجلوا، ولا بقى تتكلموا كلام في مهب الريح. عند اللقاء ترى أجمل منكم ما في. حاجة تتكلموا على أهل السنة في سوريا وحاجة تطعنوا فيهم، ونسأل الله تعالى أن يخزيكم ويمكننا منكم. ونسأل الله عز وجل أن يجمع شملنا بين سنة العراق المظلومين المكلومين الآن الذين نكل بهم شيعة العراق، والله ينتقم من الظالمين في كل مشارق الأرض ومغاربها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم. لا تنسونا من الدعم والاشتراك يا جماعة.